السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. نهار اليوم جيتكم بوصفات بزاف بنينة، جيتكم بشعبيات مالحين مورقين خفاف بحشوة بزاف بنينة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. متنساوش ديروا جيم للبنات لا فيديو وتبارطاجوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ومشاهدة ممتعة. نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. نجيبو مقله نحطو فيها واحد 2 مغارف زيت كبار، 2 حبات بصل كبار كنا قطعناهم، نضيفو نصف ملعقه كبيره ملح، نقلوهم حتى يذوبوا شويه، ومن بعدك نضيفو حبه زروديه تكون كبيره، ولا كانوا صغار نحطو 2 البنات حتى يدبالو. نضيف الفلفل، هنا عندي حبه فلفل كبيره حمراء وحبه فلفل كبيره خضراء، تقدروا تضيفوا نوع واحد برك البنات، تقدروا ديروا يا اما الاخضر او الاحمر اللي يكون متوفر عندكم في الدار. هنا عندي حوالي نصف كاس زيتون اخضر كنت رحيته وضفته، كان فاتني هذاك المقطع في التصوير البنات. نضيف ربع صدر دجاج مرحي، تقدروا تعوضوه بالفيونداشي البنات. نضيف ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره راس الحانوت، ملعقه صغيره كري، ملعقه صغيره سكنجبير البنات. نخلطوا كامل هاد التوابل مع الحشو، نحوها من النار ونضيف لها كميه من المعدنوس. هنايا عندي ربطه معدنوس ضفت لها الجزء الاخضر. دوكا نخلوها تبرد ونروحوا نحضروا العجين على جانب. العجينه البنات نسحقوا، هنايا راني حاطه 4 كيسان فرينه، كنت استعملت 3 كيسان ونص فقط، حبابيض، علبه ياغورت ناتور، نصف كاس زيت، كاس الا ربع حليب، ملعقه صغيره خميره كيميائيه، ملعقه صغيره سكر، وملعقه صغيره ملح. نبدا نضيف البيض، الحليب. قلت لكم هنايا ضفت علبه صغيره ياغورت طبيعي، ونضيفوا كامل المقادير كيف دوكا حنحطوا كامل هذوك المقادير البنات ونجمعوهم بالفرينه، نخلطوا هكذايا حتى يتخلط لنا كامل هذاك الخليط، نجمعو بالفرينه. قلت لكم البنات كانت اخذت لي هاد الوصفه 3 كيسان ونص، كنت ضفت 3 كيسان والكاس هذا الاخراني. دوكا نحطو بالعقل نشوفوا احنا واش سحق العجينه تاعنا. نسحقوا العجينه تاعنا تكون شويه شاده روحها البنات، ما نسحقوهاش طريه بزاف باش نقدروا نتحكموا فيها. هنايا بانت لي مازالها طريه، ضفت الفرينه وقلت لكم خدت لي هاد العجينه 3 كؤوس ونصف، وانتم الفرينه تاعكم اللي كنتوا تستعملوا فيها. انا استعملت فرينه من نوع جيد. دوكا البنات نعجنها واحد 2 دقائق هكذا حتى تحصلوا على السطح يكون املس هكذايا. نغطوها ونخلوها تريح واحد نص ساعه ونعاودوا نخدموا بها. لازم تخلوها تريح البنات باش تعطيكم نتيجه تكون مليحه. بعد ما ريحت لي العجينه نص ساعه راح نقسمها هنايا البنات، حنديرها بشكل مستطيل، وراح نقسم العجينه تاعي ل 15 قطعه. المهم نتوما حتجيكم من 13 حتى ل 15 قطعه. نسيو البنات كامل نقطعوا هاد الاجزاء او هاد الكويرات ونخدموهم كامل بنفس الحجم، ما تجيناش حبه كبيره على اختها. قلت لكم انا خرجوا لي 15 قطعه وقطع صغيره. شوفوا معايا العجينه البنات، انا زعما درتها شويه يابسه، هي ميم ديروها يابسه حتجيكم شويه طريه، خاطر ما الياغورت الطبيعي راح يخليها هي اللي تجي هكذايا بهذا الملمس. دوكا نغطوها ونخلوها تريح واحد نص ساعه الى ساعه، ومن بعدك نخدموا بها. دوكا نبدا نحل العجينه بالحبه، ولازم تغطوهم البنات باش ما ينشفوش معكم. حطيت شويه مايزينا هكذا نحلو العجينه على شكل دائري. نرش لها شويه هكذا يا مايزينا او نشاء، نحطوها على جنب.
ونعاود نكرر العمليه مع كامل هادوك الحبات اللي مازال. دوكا نزيد ندير معكم هديه نحلوا العجينه تاعنا. كي نحلوهم البنات نديروهم كامل قد قد، ما نديروش حبه كبيره على اختها. نجيبوها نحطوها فوق اختها هكذايا، نرشوها بالمايزينا. هاد المرحله البنات ما تصلحناش الفرينه، لازم نديرو مايزينا باش ومن بعد كي نحلو الطبقات تاعنا ما رايحينش يلصقوا. ديروا في بالكم كون ديروا الفرينه راح الطبقات هذوما رايحين يلصقوا لكم وما راحش تنجح لكم الوصفه. هنايا بعد ما كملت كامل هذوك الحبات حليتهم، وبين طبقه وختها حطيت مايزينا. ما تنساوش هاد النقطه بدات البنات هذه الفوقانيه ما كنتش حطيت لها، نحلها كامل حتى تجينا بسمك يكون رقيق. ونعاودوا هكذا نكوروا العجينه او ندوروا العجينه كما كنتوا تشوفوا. راحت لي كامل الكلام البنات بهذه الطريقه هكذا. نسيو كيفاش نضغطوا عليها شويه ونقطعوها الى قطع. شوفوا نسيو نديرهم كامل بنفس الحجم. شوفوا هذاك التورق اللي تحصلنا عليه البنات، تحصلنا على قطع مورقه. هاد الوصفه البنات بزاف بنينه، وكي تاكلوهم راح تحسوا لهم قرمشين وتحسوا لهم خفاف. نتمنى انكم تتبعوا معايا الوصفه للاخير، وان شاء الله باذن الله راح تسيوها وحتعجبكم ان شاء الله. شوفوا تحصل على نتيجه بزاف هايله. دوكا نكمل نقطعهم كامل معكم ونغطوهم باش ما ينشفوناش، ونخليهم يريحوا واحد نص ساعه ونخدموا بهم. دوكا نروحوا للحشو البنات. ضفتوا كميه من الجبن ضيفوا النوع اللي حبيتوا البنات، راح يزيد يعطيها بنه بزاف هايله. هاد المملحه البنات اللي كان حبيتوا تخدموها نوضلها على البكري راح تدي معكم شويه وقت، خاطر ما العجينه تاعنا نخلوها تريح مع الاول. نخلوها تريح كي نكونوا نحلو فيها، ونخلوها تريح قبل ما نوصل لهاد المرحله. كي نكونوا حابين نديروا حاجه بنينه البنات لازم نتعبوا عليها، ماشي دائما من داك باش نجيبوا نتيجه مليحه. نحل العجينه هكذا كما راكم تشوفوا البنات. نسيو كيفاش نديروها شويه رقيقه. نضيف لها شويه ما في الاطراف، لازم تضيفوا هذيك القطره تاع الماء في الاطراف باش تلصق لكم، خاطر ما فيها بزاف مايزينا، والمايزينا ما حاش تخلي العجينه تاعكم تلصق. ونضيفوا الحشو تاعنا ونغلقوا بهذه الطريقه. طريقه بزاف سهله كما قلت لكم. لازم تضيفوا هذيك شويه تاع الماء باش العجينه تاعكم ما تحللكمش في الفرن. نسيو كيفاش تكون مغلوقه مليح. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه البنات. دوكا نزيد ندير معكم واحده اخرى. نحطوا مايزينا نحلوا العجينه، نضيفوا شويه ما في الاطراف، ونضيفوا الحشو. البنات هذا الحشو ماشي لازم ديروه هو، تقدروا تعتمدوا حشو واحد اخر، حشو اللي حبيتوا نتوما. انا درت لكم هذه الفكره، جا حشو صراحه بزاف بنين، وانتوما ديروا الحشو اللي حبيتوا نتوما. هنا تحلت شويه، معليش نحطوا لها شويه ما برك حتلصق. شوفوا تحصلنا عليها بهذا الشكل. دوكا واش نديروا البنات، ذوبنا شويه سمن ونضيفوا لهم شويه هكذا، لازم دهنوهم من فوق. هاد المرحله لازم باش يساعدوا هاد الحبيبه تاعنا في التوراق. البنات دوك ندخلهم على 180 درجه ونعسوهم غير يحمروا من تحت، نشعلوا عليهم من فوق. هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها البنات. حصلنا على شعبيات بزاف مورقين وبنان وخفاف ومقرمشين. وصفه بزاف 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 هايله، نتمنى انكم تجربوها، متاكده بلي ما راحش كامل تندموا. شوفوا معايا هذاك التوراق راه باين، هذوك الخطوط راه مبينين، راه مورقات البنات. وصفه بزاف هايله، نتمنى انكم تجربوها. الا كان جربتوها البنات ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو البنات، وتعليق شباب كيما نتوما، تبارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. الى فيديو اخر ان شاء الله. سلام.